مع الرأفة 4-0. النادي الاهلي بيفوز على الاسماعيلي 4-0 مع الرأفة قبل ما يقابل نادي الزمالك. بس النادي الاهلي ضيع كميه فرص في مباراه الاسماعيلي كفيله تخليه يطلع ب7-8 اهداف على نادي الاسماعيلي، منهم ضربه جزاء لحسين الشحات ضيعها، وامام عاشور كده تمام، امام عاشور كده تمام، وسام بعد ما رجع من الاصابه كده تمام. فرقه النادي الاهلي بتكتمل الصفوف لاعب ورا الاخر بعد الشفاء والرجوع من الاصابه تمام. الحمد لله على اللعيبه، واطمنا ان وضعها الحالي يطمن في المباريات اللي جايه، وخصوصا مباراه نادي الزمالك. مباراه الاسماعيلي وملعب برج العرب ملعب زي الزفت، ارضيته ما يتلعبش عليها كوره اساسا، ملعب ما تعرفش تلعب وتمسك عليه كوره ابدا. بس فرص ضيعها النادي الاهلي ولا في الخيال في المباراه دي. لاعيبه النادي الاهلي القرارات اللي بتطلع من الحكم برضه لسه لغز. عايزين نفهم بس ليه القرارات الحاسمه للنادي الاهلي خصوصا في الكور اللي تبقى فيها اهداف للنادي الاهلي الحكم ما بيصفرش فيها ويستنى الفار اللي ياخد له القرار ويقول له تعالى شوف عشان احسب. علشان تحسب يا بيه مفيش قرار من نفسك، ما تعملش قرار من نفسك وتقول ان دي فاول دي ضربه جزاء دي ايا كان. يا راجل حرام عليكم، انتوا تحكيم ايه بالظبط؟ بتحكموا ايه؟ مع النادي الاهلي بتستنوا الفار يقول لكم تعالوا ده في كره للنادي الاهلي. طيب انت ضربتين الجزاء لولا ان الفار قال لك تعالى ده في حالتين حضرتك ما كنتش حسبتهم. ده التحكيم بتاعنا اللي بيحكم للنادي الاهلي. طيب دول ضربتين جزاء وحسبهم الفار، اكد عليهم الفار ان هم ضربات جزاء، وانت رحت شفتهم واكدت ان هم ضربات جزاء. ده فيه 2 تاني ما اتحسبوش، يعني 4 ضربات جزاء اتحسب منهم 2. الاهلي ما بياخدش حقه في المباريات كامله ليه؟ لو نادي تاني هيتسابوا له ال4 ضربات جزاء. يعني عايز افهم 4 ضربات جزاء ما يتحسبوش للنادي الاهلي؟ هو النادي الاهلي واخد ورثكم، مستحوذ على نايبكم، واكل اكلكم. انا مش فاهم ليه الحكام عند النادي الاهلي في قرارات حاسمه خد تعالى الفار هسيبها للفار، ليش دعوه انا ما احسبهاش، يحسبها الفار علشان لما يقول لي ابقى اروح احسبها. ايه ده؟ لسه هنفضل في التحكيم ده على طول؟ لسه هستمر على القصه دي؟ لازم يحسبها الفار ولازم الفار اللي يقول للحكم تعالى ولا ايه بالظبط؟ ما تفهمونا. القصه زادت عن حدها. ضربات الجزاء للنادي الاهلي بيحسبها الفار ما بيحسبهاش الحكم. ليه؟ وفاولات فيها انذارات ما كانتش تبقى قدامك لازم يقول لك الفار عليها علشان تراجع نفسك وتدي فيها قرار بانذار او لا. هو ده التحكيم بتاعنا اللي هيستمر معانا، باين عليه كده هيستمر معانا وهيتعبنا الفتره اللي جايه. بس على الله يتعدل شانه مع الحكم، مع الخبير التحكيم الجديد اللي جاي، على الله يتعدل شانه. بس زي ما هو اديني بخت ورمين البحر، بيتضغط عليه يعرفش يمسك كوره، بس بيعمل كورتين يجيب منهم هدفين محمد عبد الله. ولسه انا عندي رايي في الشوط الاول كان واقع، الجبهه بتاعته كانت واقعه وزي الزفت، بس اديني حظ ورمين البحر. لو ضغط عليه الكورتين اللي طلعوا من رجله اللي جوه اهداف ما كانوش جوه. بس الساعي قاعد بره، يعني سبحان الله ما بيلعبش ليه؟ انا مش فاهم. بس الاهلي فاز على الاسماعيلي في مباراه مع الرأفة 4 اهداف، والنادي الاهلي كده بيخش مباراته الجايه مع نادي الزمالك وهو مرتاح فايز، والزمالك متعادل مع بتروجيت. المباراه اللي جايه اساسها لاعيبه النادي الاهلي انها تنزل تلعب رجاله في المباراه، هو ده اساس لعب النادي الاهلي قصاد الزمالك.